السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا 8 اسرار انت اول مره تسمعهم عن برج الحمل. الهدف من كده انك تعرف البرج ده ماشي ازاي. فلو كنت حمل عرفني بنفسك تحت ودوس لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. يلا. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك، عن غيرك، عن البرج اللي انت مهتم بيه، تطور دايما من نفسك وتدي امل ان اللي جاي ان شاء الله احسن لنفسك ولاي حد شايفه محبط مش بيسعى ان هو يكمل حياته. عرفه بالريمونتادا وان شاء الله نحاول ان احنا نفرحكم دايما. والرقم واحد معانا في حلقه النهارده، الحمل ممكن يقنع اي حد بسهوله جدا. هو ممكن ما يبانش عليه الكلام ده، ولو كنت انت حمل تقول لي هو انا كده بس ما بيبانش عليا غير لما بتعرف على الشخص. بس فعلا الحمل يقدر ان هو يقنع اي حد بكل سهوله وبكل مرونه، لان عنده فن الكلام، والكلام اصلا بتاعه مميز وبيأثر لانه طبعا حساس. النقطه اللي بعد كده، الحمل عمره ما بيتخلى عن صحابه هم اللي بيتخلوا عنه. الحمل عمره ما يتخلى عن صحابه، عمره ما يبعد عن صحابه، عمره ما يقطع مرة واحدة، عمره ما يبعد علشان مشكلة. هو ممكن يتضايق ويزعل ويبين لهم علشان خاطر يتصالحوا ويتعاتبوا، لكن عمره ما يزعل. صحابه هم اللي بيتخلوا عنه، دايما هم اللي بيبعدوا عنه، ودي حاجة معروفة وحاجة لازم نقولها ولازم نعترف بيها، مش عيب. 3. لا تتوقع من برج الحمل ان هو هينقذك دايما. مش كل لما تعمل مشكلة تروح لبرج الحمل فينقذك. هو جدع، هو الدنيا تمام معاه، هو جميل، هو بيحبك، ولكن ما تتوقعش ان الحمل كل مرة هينقذك. لا، لو انت جيت في مرة غلط هيسيبك بقى. ما هو انت كل شوية تتمدى في الغلط وعارف ان هو هينقذك. لا 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 تخلي بالك وتعمل فوكس على النقطة دي. 4. الحمل دايما بيحب يقعد مع نفسه، يقضي وقت مع نفسه وما يقولش لحد. دايما بيحب ينعزل. ساعات ممكن تلاقيه قفل تليفونه لمجرد ان انت مكلمه ومتفق معاه على ميعاد انك هتنزل النهارده معاه وتروح الحته الفلانيه وانت هو بيعمل ايه؟ احنا مش متفقين. هو دايما بيختار الوقت دوت لما عقله يقول له. هو مش بيبقى محضر له ان هو هيروح بكره المشوار الفلاني وبعد كده يهرب، او يروح بكره يقضي ويك اند مع نفسه. لا 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 لا، هو على حسب ما عقله يهيئه. دايما بيحب يقضي وقت كبير جدا مع نفسه ويفسد دماغه من الدنيا ومن العالم، والدنيا تبقى لذيذه معاه وايزي، ويروق كده يراجع نفسه ويشوف ايه الغلط وايه الصح. 5. الحمل دايما ملهوف على الحب، وفي كل مرة بيحب فيها بيعيش الحب وكأنه أول مرة يحب، أول مرة يتعامل، أول مرة يروح في غرام حد، أول مرة يسمع أغنية، أول مرة يحب، أول مرة تحب يا قلبي. طبعا عارفين الأغنية المشهورة دي. هو الحمل كده تلاقيه ملهوف إنه يحب ويتحب وحد يهتم بيه، وكل مرة بيحب بيعيش الحب وكأنه أول مرة يجرب الكلام ده، اول مرة يحس. فتلاقيه دايما على طول في كل مرة رومانسي، في كل مرة بيعيش وبيأفور ودراما كوين. حاجة 6 واللي بعد كده، ان برج الحمل مش بيحب المهام المتكررة. مش اصحى الصبح بدري اغسل سناني اغير بقى وشي واغير هدومي والبس نفس هدوم الشركة واروح على طول على الشركة، الروتين اليومي، بعد كده ارجع من الشركة الساعة كذا وبعد كده اطلع انام. لا لا لا، هو بيحب يغير يومه، بيحب بقى يعني هو في الحتة دي مش مزاجنجي، ولكن هو ما بيحبش الروتين يا جماعة. هو بقى ماشي ممكن نعتبرها مزاجنجي، بس هو ما بيحبش الروتين. يحب يروح ويجي ويروح ويجي ويتعامل يحب بقى كده، يحب. لا، ما مش كل مرة هصحى الصبح اروح اقضي نفس اليوم وبعد كده ارجع تاني. لا لا لا، انا ما بحبش الروتين كحمل. 7. الحمل دايما في اي حتة بيروحها بيبقى دايما واثق ان هو اكثر شعبية وتميز. يعني نقوله حتة كبرياء، بس هو دايما واثق في نفسه. عامل ايه وايه اخبارك وتمام، دايما
كعبه عالي، دايما ما بيشوفش نفسه تحت، ودي حاجة حلوة جدا. بس برضو لو انت ما تعرفش الحمل هتقول عليه ايه ده عنده حتة الانا، لا ده اناني، هو معوج ليه علينا، هو ماله الحمل، هو في ايه ده بيتعامل كده ليه يا عم، ده مراخيره طالعه للسما. هو دايما بيشوف نفسه كده، ودي حاجة كويسة جدا على فكرة، بتعلي الثقة في النفس عنده. الحاجة الثامنة والاخيرة في حلقة النهاردة علشان ما نطولش، حبينا بس ندي معلومات مهمة جدا لو كنت مهتم بحد من برج الحمل تعرفها وتستفاد منها. لو كنت حمل عامة يعني تستفاد لو كان في حياتك حد من برج الحمل. الحاجة الثامنة ان هو سريع اعطاء المشورة والنصيحة. جرب بس تقع وروح اتكلم معاه، هيقول لك الخلاصة، مش بتاع لف ودوران. من اطيب الابراج اللي ممكن تتعامل معاه البنت والولد، علشان الناس اللي بتسألني، البنت والولد عشان الناس اللي بتسألني. سريع ان هو يدي، سريع ان هو يساعد، انا هساعدك، هديك كل حاجة انت محتاجها، هلخص لك موضوعك ومشكلتك بسرعة جدا. حبوا يا جماعة مواليد برج الحمل. الهدف من الحلقة بتاعتنا ان احنا نعرف نفسنا اكتر عن طريق برجنا لا شيء. لو كنت انت حمل فعرفني بنفسك، دوس لايك للفيديو واللي عايزنا نتكلم في ايه الحلقات الجاية عن برج الحمل دوت. لو كنت محتاج اي مساعدة فاكتب لي في كومنتات، فانا هنا علشان خاطر اساعد حضرتك. شكرا ليكم، استنوني في حلقة جديدة ويا رب الحلقة تعجبكم.